اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. كل يوم بنحتار هنعمل غدا ايه النهارده، هناكل ايه النهارده. لا، تعالوا اقول لكم نعمل حاجه بسيطه خالص. بصدر فرخه واحد هنعمل اكله تجنن، طعمها رهيب ومكوناتها موجوده في بيتك، مش هتشتري حاجه من بره، بل بالعكس. كل حاجتك هتبقى من تلاجتك وهتبقى خفيفه وطعمها حلو وهتعجب ولادك جدا. اول حاجه كده معانا كمية بطاطس موجودة عندك، هنقطعها قطع صغيرة، مكعبات صغيرة، يعني التقطيع اللي انت تحبيها. ممكن تقطعيها جوانح، او ممكن تقطعيها اكبر شوية على حسب القطعة اللي انت عايزاها. بس انا قطعتها كده قطع صغيرة خالص، علشان انا هقليها في الزيت عشان تستوي معايا بسرعة. بس انا بقى مش هقليها في الزيت، لا، انا عايزاها تكون خفيفة معايا وتكون طعمها حلو. بعد ما قطعتها كده هاروح جاية حاطة عليها شوية من الزيت واحطها في الفرن تتحمر. انت بقى عايزاها تقليها في الزيت اقليها، بس انا علشان عايزاها تكون خفيفة. وكمان الزيت اليومين دول غالي والدنيا مولعة نار، لا، احنا عايزين نوفر ونعمل أكلة اقتصادية وتكون خفيفة وكمان تعجب الولاد، وكمان تكون مغذية وطعمها حلو. هحطها بقى في الفرن، ومعايا بقى صدر فرخة. صدر الفرخة ده هيعمل معاكي أكلة جبارة طعمها رهيب، وهتكفي الولاد، وهتحسي ان انتي عملتي أكلة حلوة لولادك يحبوها. هجيب صدر الفرخة برضو واقطعه نفس تقطيعة البطاطس، علشان يبقى يستوي كله مع بعضه. انا طبعا ما تبلتش البطاطس غير بشويه ملح وشويه فلفل اسود وخلاص كده. كل التوابل بقى والحاجات التانية انا هحطها في الصوص اللي انا هحطها عليهم. بص بقى طعمها رهيب، حاجه كده فوق الخيال. هشيل بس الزواد علشان نطلع الايه القطعه ماسكه بعضها. هقطعها برضو زي ما قلت لكم مكعبات صغيره، علشان تستوي معايا وتبقى هي متجانسة هي والبطاطس مع بعض. هقطعها هي كمان برضو واعملها بالملح وفلفل اسود هي كمان وشوية من الزيت، وهدخلها برضو الفرن. ممكن تشوحيها على البوتاجاز لو حبيتي، لو مش حابة كده كده الفرن شغال، فهندخلهم كلهم مع بعض الفرن. هفردها كده في الصينية وادخلها الفرن. تعالوا بقى نعمل معانا مع بعض شوية صوص حلو طعمه تحفة للأكلة بتاعتنا، علشان الأكلة بتاعتنا تتنغنغ كده في الصوص ويبقى طعمها حلو. معايا حتة زبدة وشوية زيت، وحطيت الطاسة بتاعتي على البوتاجاز وحطيت فيها المادة الدهنية اللي تريح. جبت بقى معايا بصلاية متوسطة وقطعتها كده قطع آه مش ناعمة قوي، يعني خشنة شوية، وشوحتها كده في المادة الدهنية ديت، ونزلت عليها بكام فص من التوم كده. واول ما ريحة التوم بتاعتي بتطلع، طبعا بنحط التوابل عشان ريحة التوابل بتاعتنا كمان تطلع علينا. هشوح برضو التوم كده لحد ما ريحته تطلع. جربيها مش هتندمي، طعمها تحفة وجبار. بعد ما ريحة التوم بتاعتي كده طلعت زي ما قلت لكم، هنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتي. ايه هي التوابل اللي انا حطيتها؟ التوابل الموجودة عندك. انا حطيت شوية بابريكا، وكمان شوية من الفلفل الاسود، وشوية من الكمون، وشوية من البهارات المشكلة. اي توابل موجودة عندك حابة تستخدميها وحابة تشميها ريحتها في الاكل بتاعك، حطيها. هتدي معاكي طعم حلو، اهم حاجة نفسك انت في الاكل، هيديكي طعم جبار. وحطيت كمان شوية من الكزبرة واديتهم تشويحة كده. اول ما التوابل بتاعتي ريحتها طلعت، نزلت كده بشوية من الطماطم المفرومة او المتسبكة. وطبعا بقى ما تنسيش الملح، احنا ملحنا الفراخ وملحنا البطاطس، باقي بس ايه الصوص بتاعهم اللي هنحطه فيهم. هنغطيها بقى بعد ما نتبلها كويس بالملح، وهنغطيها بقى لحد ما تتسبك معايا وتبقى معايا صوص تحفة. بعد ما بتتسبك معايا بقى بنكون احنا طلعنا البطاطس من الفرن، ونكون طلعنا الفراخ. هنزل عليه كده بالبطاطس بعد ما اتحمرت كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها برضو بالفراخ، كله كده مع بعضه في الطاسة ديت، علشان هندخلهم بقى الفرن. بس انا حبيت ان انا ازود نكهتهم كده تبقى نكهتهم حلوة. حطيت عليهم شوية من الزعتر الفريش، او لو عندك زعتر من عند العطار حطيه. حطيت كده كوبايه من الميه عشان يبقى الصوص بتاعها حلو، لان الصوص بتاعها ما فيش صوص خالص، الطماطم كانت نشفت خالص وما فيهاش، كانت متسبكه كويس يعني. فايه هروح جايه بقى حطاهم في الفرن. احطهم في صينيه وادخلهم الفرن، واحط على الوش جبنه. ممكن تستكفي بالحركه ديت ما تحطهاش في الفرن خالص وتاكليها كده مع شويه رز بشعريه، مع شويه مع عيش، هتبقى معاكي حلوة جدا. او ممكن ايه تعملي زي ما انا عملت، انا حطيت على الوش جبنة كده ودخلتها الفرن، طلع طعمها رهيب.
ممكن تستغنى عن الجبنة وتدخليها كده بس انا حبيت ان انا ايه ادلعها. كنت نسيت بقى ايه، قلت ما احط بقى شوية كده زعتر على الوش كده يديني طعم للجبنة كمان. بعد ما حطيت الزعتر كده على الوش دخلتها الفرن، وتعالوا شوفوا بقى الجمال، حاجة كده روعة تحفة. بصي حاجة انا مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي ولا ريحتها عاملة ازاي. طعمها جبار وريحتها جبارة، اكلة اقتصادية وخفيفة وسهلة وبسيطة، ومكوناتها طبعا موجودة في بيتك. انتي مش هتتكلفي اي حاجة خالص، بل بالعكس هتاكلي وهتستمتعي بالاكل الجبار ده. جربيها وقولي لي ايه رأيك. تعالوا بقى نغرف كده، وشايفين الجبنة بتمط ازاي، هي يا دوبك الجبنة بتاعتي بس ايه ساحت كده على الوش. وكمان البطاطس شربت الصوص بتاعها، شايفين الجبنة بتمط ازاي تحفة. تعالوا بقى ندوق ونشوف طعم الأكلة بتاعتنا الرهيبة دي، طعمها تحفة ويجنن. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. كمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة. تعالوا بقى ندوق، طعمها تحفة وجبار. جربوها صدقيني مش هتندمي، ولادك هيحبوها جدا وهتنبهري بطعمها. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.